السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع رمضان ومع الاجواء؟ تنتمنى يكمل عليكم بالخير والتيسير يا ربي. اليوم تنقدم لكم او تنقترح عليكم تحليه تجي رطبه وخفيفه ورائعه في المذاق، حتى الكريمه ديالها تجي منعشه. نتمنى انكم تجربوها في هذه الايام ديال رمضان، وبقاو معايا تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ونبداو على بركه الله. السلام عليكم. بالنسبه للتحليه ديال اليوم ان شاء الله غنحتاج 300 غرام ديال البسكوي، النوع اللي تختاروا. كاس صغير ديال العنبه ديال الحليب يكون بارد من الثلاجه. 4 ديال دانون يكون النوع ديالو ديال الجبن، وهنا عندي انا خديته بدون سكر. على نص كاس ديال السكر كلاصي، ما نديروش سنيده ولكن الافضل نديرو سكر كلاصي. ساشيه ديال كريم شونتي، يمكن تعوضوها بالسائله. الا عوضتوها بالسائله ما نديروش السكر وما نديروش الحليب، لان اصلا تكون هي سائله غتطربوها وغتطلع. 4 قطع ديال الفرomاج. هنا 150 غرام ديال الزبده دايبه. وهنا عندي كاس ديال العنبه ديال اللوز اللي بقشور ديالو طحنته مزيان حتى ولا بحال هكا مهرمش ولكن رقيق. يمكن ديروا غير نص كاس، تبقى لكم الاختيار، او تعوضوه بالكركاع او تستغنيو عليه، ولكن هو تعطي واحد اللذه زوينه الكريمه ديالنا وتعطيها واحد المذاق مغاير. دابا نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو نطحنوا البسكوي ديالنا. هنا من بعد ما هرمشت البسكويت ديالنا نحاولوا ان ما نطحنوش مزيان حتى يولي غبره، نخليه شويه مهرمش، يعني شويه حبيبات باش يجينا زوين، ما يجيناش معجن. دابا نوضعوا في هذا الاناء ونزيد عليه الزبده. في الاول نزيد نفس الكميه وهنخلط، ونعاود نزيد نفس الكميه الثانيه ونولي عاوتاني نخلط مزيان حتى نحس به انه بدا يتماسك. يعني الا شديتو بين يديا يبدا يتماسك، ولكن ما خصوش يكون معجن. نوضع البسكويت ديالنا في المول اللي تتحل من الجنب، يعني من الافضل اما يكون دائري او مربع، تبقى لكم الاختيار، او اطار بحال هذا اللي تيجي سهل انكم تحيدوه من البسكويت. غنوضع اكثر من النص، يعني لا غنخليه قليل اللي غنزوق به الوجه ديال التحليه. ودابا غنبقى نقد فيها من الجناب ومن الوسط باش تاخذ لنا الشكل ديال المول او ديال الاطار. يعني هذه العمليه راها ضروريه، وغندخلها المجمد تقريبا شي نص ساعه باش تشد راسها. يمكن تدخلوها الفرن، تبقى لكم الاختيار، ولكن انا دابا غنفضل اني ندخلها غير مجمد. في هذا الاناء غنوضع هاد الساشيه ديال كريم شونتيي كامله، يعني فيها 100 غرام. يمكن تعوضوها كريمه سائله الا كانت عندكم موجوده، مع كاس ديال العنبه ديال الحليب يكون بارد من الثلاجه، يعني ضروري يكون بارد. الا كان سخون راه ما هطلعش لينا. مع نص كاس ديال السكر كلاصي، ونبدا نطرب مزيان حتى يضاعف حجمها او حتى تعقد لينا. ونولي نزيد هاد القطع ديال الفرomاج ونحاول نطربهم مزيان باش يذوبوا ما يبقاوش الطريفات باينين. ونزيد عليهم 4 ديال الياغورت بدون سكر. الا درتو نتوما بالسكر يعني تجنبوا هذاك نص كاس ديال السكر كلاصي. ونضيف اللوز ونبدا نطرب كلشي حتى تخلط لي المكونات كامله. كما تلاحظوا حصلنا على كريمه اللي شاده راسها ومتماسكه مزيان. غندخلها الثلاجه تقريبا نص ساعه باش ترتاح. دابا من بعد ما دازت نص ساعه نبدا نخوي الكريمه فوق البسكوي. انتما كما قلت لكم كتجي شاده راسها ومتماسكه مزيان. نحاول دابا نسرحها مزيان.
ونولي ندخلها المجمد ماشي الثلاجه، ونخليها حتى الكريمه تشد راسها تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. عاد نولي نوضع فوق منها البسكويت اللي خليت من قبل. نبدا نوضع البسكويت اللي كنت خليت، عندي تقريبا 10 دقائق حتى حسيت بالكريمه ديالي شدات راسها مزيان. الا شفتوا الكريمه ديالكم جاتكم خفيفه فخليوها اكثر. هاد البسكويت مزيان. الا شفتوا البسكويت ديالكم نشف من الزبده زيدوه واحد تقريبا كاكشي معلقه كبيره دايبه. انا راه حسيت به نشف ليا وزدت. هانتوما انا بغيتو شويه يكون شويه معلق باش يجيني متماسك من الفوق. نحاول نخدم مع الجناب مزيان. صافي دابا انا قديته. الا كنتو مجروبين دخلوا ساعه ديال المكنه المجمد، كنتو زعما على خاطركم حتى ديروا في الصباح او بقى حتى العشيه، يمكن لكم تخليوه غير في الثلاجه 3 سوايع حتى 4 سوايع مزيانين قادينو كافينو باش انه يتماسك ويشد راسو. وانتما تبقى لكم الاختيار. تنعاود انا البسكويت ديالكم الطبقه الفوقانيه الا نشفت زيدوها واحد المعلقه ديال الزبده دايبه. الوقيته نبغيو نقطعوا التحتيه ديالنا ما متعذبناش زعما ما تتفرتتش لينا، يكون البسكويت متماسك. ودابا ان شاء الله نرجع معكم في طبق التقديم. هذه هي التحليه ديالنا من بعد الموجودات. تبقى التزيين على حسب الذوق ديالكم، اما تزينوها اما ما تزينوهاش، تبقى لكم الاختيار. انا نزينها بشويه ديال اللوز، انا درت فيها اللوز من الداخل. هذا بالصحه والراحه. نتمنى ان هذه التحليه تكون عجبتكم، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.